الشيء اللي خلى ابو السعد ينتقل من باور الى فالكونز فوق ما انه كان من امنياته يكون عضو في كلان باور. في البدايه قررت باور تضم عضو جديد وسوت اكاديميه تضم اكثر من شخص للمنافسه. نبغى نسوي اكاديميه. شو الهدف من الاكاديميه؟ نبي ندخل معنا واحد في باور. وكان من ضمنهم ابو السعد، لكن مع تقدم المنافسه ما حالفه الحظ وخرج من الاكاديميه. ابو السعد يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا ابو السعد، شكرا. لكن بسبب معارفه والتواصل الكثير مع اعضاء باور تواصل معه الرئيس التنفيذي اللي هو ابراهيم التميمي، وكان من خلاصه كلامه يسال ابو السعد اذا حاب يدخل باور. وبالفعل سافر ابو السعد الى الرياض واعلن انضمامه لكلان باور. السلام عليكم، حياكم الله ومن قلب فيلة باور. وبدأ محتواه مع باور من الفلة إلى انتقالهم إلى القصر، ودخل في ذاك الوقت المليون الأولى له في اليوتيوب، وكان شخص مؤثر في الكلان وجلس مع باور 2 سنين. لكن بدينا نشوف انقطاع أبو السعد عن صناعة المحتوى مع باور، وطلع من القصر واخذ له الشقة الوحدة، وهذا الشيء بين لنا انه خارج من باور، لين اكد لنا بعد اعلان انضمامه الى كلان فالكونز. يا عيال عديت. وخروجه سبب مشاحنات في تطبيق اكس وتغريدات من كل المشاهير، ومن ضمنهم دحومي 3 كان يقول فيها: انطردت من قصر باور لاني طالبت بمستحقاتي. ابو السعد هطف مستحقات ابو السعد. كلنا نعرف هذه الشخصية دحومي من زمان، ما كان يقصد فيها الإساءة، لكن الشيء اللي سبب ضجة هو بعد ما تكلم ابو السعد عن سبب خروجه من كلان باور. زبدة كلامه انه خرج من الكلان بسبب انه في مستحقات ما استلمها ومشاكل ثانية ما حب يتكلم فيها. فيه مبالغ ما استلمتها وان شاء الله انها جايه في الطريق. وللتوضيح في تفاصيل واسباب خلتني اطلع اهم بكثير من الاسباب الماديه اللي ذكرتها، ولكن احتراما لبعض الاشخاص ما راح اشاركها، وايضا لان ما هو ضروري انكم تعرفون هذه الاشياء، لكن تاكدوا اني ما طلعت فقط لاسباب ماديه، في اسباب كثيره ثانيه. وبعد ما نزل المقطع رد كلان باور في بيان يقول فيه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة ومغلوطة تجاه فريق باور وإدارته، نؤكد التزامنا الكامل بجميع العقود المبرمة ونفيدكم بأن عقده لا يزال مستمر، وما حدث يعد مخالفة للعقود وانتهاك قانوني صريح. نامل ألا يكون هذا التصرف مرجع سلبي يؤثر على التزام منسوبي المجال بالاحتراف واحترام العقود، وعليه تعلن إدارة فريق باور أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، كما تشجع أي طرف يدعي تضرره على اللجوء للجهات القانونية، فالمكان الوحيد لحل هذه الخلافات هو القضاء السعودي العادل وليس المهاترات في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا كان رد كلان باور على كلام أبو السعد في مستحقاتها المالية، لكن هذا الشيء اللي ظاهر لنا كمتابعين، وما نقدر نحكم الحق مع مين لأنه في أمور كثيرة ما هي واضحة لنا كمدة العقد أو المستحقات الباقية وخروجه فوق ما أنه كان العقد ساري مع كلان باور، وهذا الشيء راح يوضح لنا مع مرور الوقت. في النهاية أتمنى لأبو السعد وكلان باور التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة، وإذا وصلت إلى هنا لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم في مقطع قادم.